معشر أهل الإيمان ويا أولي النهى والعرفان، مما يملأ القلب بالعسى والأحزان والألم والأشجان ما تسمعه الأذنان وتراه العينان من ظلم وعدوان وإجرام وطغيان في حق الرجال والنساء والولدان في أرض السودان، من شيطان في صورة إنسان ترحل منه الإحسان وفقد الضمير والوجدان وصار كالثمل السكران، فقد التمييز والفرقان وأصبح الجماد والإنسان عنده سيان، فلم يرحم أما وقد أخذت طفلها بالأحضان. ذو الحال والبيان ألسنا في الإسلام كالإخوان ونقرأ في القرآن وممن نقرأ في القرآن التخويف والتبيان، لأن من قتل مسلما باع بالخسران والعذاب في النيران، لكن لو كان أصم الآذان قد جعل القلب الران فأطلق النيران ومزق الأبدان، فما أعظمه من عدوان ينهد له ثبير وثهلان، لكن باء بالهوان يوم يجمع الثقلان بين يدي الملك الديان وعندها لا ينفع إنسانا إنسان وإن كان عظيم الشان رفيع القدر والمكان.